وقد زرنا الجالية العراقية في الجناح المخصص لهم ونقلنا لكم هذا التقرير. شمس، انت دارسه كيمستري او صيدله، خلينا نقول اذا حطوك في لجنه خلينا نقول مراقبه الاغذيه او الادويه اللي راح تدخل العراق يومين، شنو راح تسوين؟ أكيد حزيد المراقبة على الأغذية والأدوية اللي حتدخل العراق، لأنها كلها لها تأثير على الشعب وعلى المستقبل، على الأجيال المستقبلة، كلها لها تأثير، أكيد تسبب موت وتسبب تشوه بالأجنة. صار إنه أنت رجعت للعراق وقالوا لك عندك أمنية واحدة وإحنا راح نعطيك كل الإمكانية إنه أنت تحققها، شنو هو أكثر شيء تحس إنه هو مهم وإذا حققته راح يسوي فائدة للشعب العراقي؟ أول شيء أهم شيء الأمان، هو إنه إذا صار أكو أمان راح تجي شركات، راح تعمر العراق، راح تسوي شوارع، راح تسوي مباني، راح تسوي كل شيء زين، وراح تطور التعليم همين، شركات النفط همين راح تصير أحسن، الكهرباء راح يرجع العراق، فأهم شيء هو بوقت العراق هسه الأمان. حسين طالب أعلام، إذا قالوا لك إذا قالوا لك عندك أمنية تقدر إنه إحنا نحقق لك إياها، نقدر إنه إحنا نحقق لك إياها، وقالوا لك المسؤولين مثلا إنه هاي الأمنية إذا كانت مجدية راح نحقق لك إياها وراح نوفر لك كل شيء أنت تريده. إحنا أول شيء نتمنى إنه كل الأمان تتحقق إن شاء الله بالمسؤولين أو بدون مسؤولين، وأهم شيء إنه يرجع الأمان للعراق. ثانيا إذا هي أمنية فإنه لازم تكون إنه نبني مجتمع جديد، مثل مدارس للأطفال، نغير الأساس لدى الأطفال، لأن إحنا من نغير الأساس نبني مجتمع وجيل واعي تماما، نعلمهم على التفاصيل ثانية، نعلمهم على حياة ثانية، نعلمهم على مستقبل يبني بيه وطننا بيدهم، ما نحتاج نروح للغير حتى نبني وطننا، نبني باختصار نبني مدرسة خاصة، مجتمع ثاني، نعلمهم على كل شيء غير، نطلع وطن جديد، من تبنين الأساس تغيرين المستقبل. استمرت احتفالات الطلاب حتى نهاية هذا اليوم السعيد، وودعناهم على أمل أن نلتقي بهم في العام المقبل بفرحة جديدة وآمال أكبر، متمنين لهم أن تتحقق آمالهم لهذا العام.